اهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند. وفي الفيديو ده هراجع معاكم مسلسل نتفليكس الجديد معضلة الاجسام الثلاثة او 3 بودي بروبلم. There's someone who fought back. This bitter earth. في الحقيقة أنا اتفرجت على المسلسل وما قدرتش أستوعب الموضوع ولا حتى أفهم إيه هي معضلة الأجسام الثلاثة، فقرأت كذا مقال عن الموضوع وطلعت بشوية معلومات كونت منها الفيديو ده، ولكن هيكون في حرق الأحداث بكل تأكيد، فشوف العمل الأول وبعد كده ارجع شوف المراجعة ده في حالة لو أنت ما اكتفيتش بالعمل ذات نفسه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لأن ده المشجع الوحيد اللي بيخليني أكمل في صناعة النوع ده من المحتوى. ويلا بينا نخش في الموضوع. معضلة الأجسام الثلاثة مقتبسة من رواية بنفس الاسم للكاتب الصيني لو ساكسن، واللي بيصور فيها خيال عن الحاضر والماضي والمستقبل، بحيث ان الارض هتواجه حضارة غريبة من نظام مكون من 3 نجوم شبه الشمس كده. والعمل هنا بكل تأكيد هو عمل خيال علمي ممزوج ببعض الدراما، والناس اللي قامت على عمل المسلسل ده هم نفس الناس ونفس المخرجين اللي عملوا المسلسل الشهير جيم اوف ثرونز، اشهر مسلسل على كوكب الارض. فبكل تأكيد احنا هنشوف ملحمة، ولكن الملحمة دي محتاجة شوية ادراك علشان تعرف تستمتع بيها. احداث المسلسل بتبدأ من بداية الثورة الثقافية في الصين سنة 1960، في وقت تفكك قوانين الطبيعة مع عدم القدرة في تحديد السبب، فبيتحد مجموعة من العلماء والمحققين مع وكالة استخبارات غامضة علشان ينقذوا العالم. وعلشان تفهم القصة هي ليها ترتيب زمني مختلف، كل زمن بيدور فيه احداث معينة مبنية على الاحداث القديمة. فخلينا نعرف في البداية ايه اللي حصل في الصين سنة 1960 في معضلة الاجسام الثلاثة. احداث المسلسل بتبدأ في جامعة تسونغ هوا في بكين سنة 1966، فتبدأ تعرف عالمة الفيزياء الفلكية يي ونجي صراع بينتج عنه حالة من الرعب، وهدفه كسر واذلال الاشخاص المتهمين بانهم اعداء طبقيين، فتتعرض مبادئ العلم للهجوم، وينتج عنه تكوين مجموعة من الشباب المتشددين في الثورة الثقافية الصينية واللي بيتم تلقيبهم بذا ريد جاردز الحرس الاحمر، فيقتلوا استاذ الفيزياء ييزي تاي اللي هو والد يي ونجي في الاساس. وبناء على الحدث ده بتتغير حياة يي ونجي بشكل ابدي، بحيث انها بتتنقل لمعسكر عمل في منغوليا الداخلية في الصين سنة 1967. وبما انها مطلعة وقارئة لرواية سايلنت سبرينج لعالمة البيئة راشيل كارسون، اتعلمت ان في الطبيعة لا يوجد شيء وحيد. In nature nothing exists alone. وواضح ان الكتاب ده في غاية الخطورة لان تم ادانتها بحيازة الكتاب ده، وبناء عليه خيروها ما بين حكمين: اما يتم اعادة تأهيلها في قاعدة عسكرية في غاية السرية والخطورة، او يتحكم عليها بالسجن. ولكن كان من السهل تخمين انها هتختار عقوبة السجن للحفاظ على تكوينها الفكري. ولكن ما بيمرش وقت كبير وابتدت تتعرف على الطبيعة الحقيقية لقاعدة الساحل الاحمر، ومعرفة سبب وجود طبق قمر صناعي عملاق على قمة التل. They are trying to communicate with whomever is out there. هم بيحاولوا يتوصلوا مع اي شخص موجود هناك. في سنة 1968 اكتشفت يي ونجي ان لازم يتم استخدام الشمس كأنتنة خارقة، فده تسبب في انها تدير طبق القمر الصناعي علشان تواجه به الشمس، بالرغم من ان رئيسها بيمنع ده. فكانوا وقتها بيبعتوا رسائل مقررة لكائنات العالم الاخر لمدة سنين ولكن بدون تحقيق اي نتائج. الرسائل دي كانت بتقول ايه: We extend our best wishes to you, inhabitants of another world. We hope to establish contact with other civilized societies. We look forward to working with you to build a better life in this vast universe. فيما معناه انهم بيقدموا اطيب التمنيات لسكان العالم الاخر، وبيأملوا في اقامة اتصالات مع المجتمعات المتحضرة الاخرى، وهم بيتطلعوا انهم يعملوا معاهم لبناء حياة افضل في هذا الكون الفسيح. وفي سنة 1977 بتقابل يي ونجي عالم البيئة ماك ايفنز في شنشي في الصين طبعا، وهما الاتنين متشابهين جدا في طريقة التفكير، وكان هدفه وقتها محاولة انقاذ طائر مهدد بالانقراض. وكمان بتقابل يي ونجي تانج هونجنج اللي قتل ابوها ييزي تاي، فبنشوف سيناريو عكس المتوقع تماما هنا، بان يي ونجي ما زالت مؤمنة بالانسانية والتسامح، وتانج هونجنج ما عندوش الرغبة اصلا في انه يتسامح وانه يتوب عن الهمجية والوحشية اللي كان بيتميز بيها. ولكن مع مرور الوقت وصولا ل 15 اغسطس سنة 1977 بتستقبل لي ونجي رسالة من سانتي، وسانتي دي بتعني الاجسام الثلاثة باللغة الصينية، فاتصلت بيهم لأول مرة في الصين. ولكن كان في تحذير شديد جدا ليها هنا، لأن لو جه سانتي هيغزو عالمها،
ولكنها بتاخد قرار مصيري نيابة عن الإنسانية وتوصل لهم رسالة مضمونها Come, we cannot save ourselves. I will help you to conquer this world. وبعد مرور سنين ضوئية بيخطط فريق سانتي فعليا لعمل رحلة لزيارة الأرض، وفي سنة 1982 بتكون يي وينجي أستاذ في جامعة تسانج هوا، وده بيخليها تقابل مايك إيفنز مرة تانية وقت وجودهم في لندن لحضور مؤتمر مهم جدا، وبتكتشف إن مايك إيفنز مازال شغوف بالبيئة ولكن أصبح عنده وسائل وممتلكات غير طبيعية نظرا لأنه أصبح ملياردير بعد ما ورث شركة النفط بتاعة والده إيفنز إنرجي، فيبدأ ياخد كل الثقة من يي وينجي بخصوص التواصل مع سانتي. وبعد كده في سنة 1984 بيدعو إيفنز يي وينجي علشان يعرفها على ناقلة نفط في شمال المحيط الأطلسي بدون أي تدخل سياسي، وابتدى يحولها لقاعدة إشارة خاصة للاتصال بسانتي، وبناء على ده عرفوا إن حركة سانتي حاولت إنها تتصل بيهم من وقت إرسال رسالتهم الأولى سنة 1977 وإنها قد إيه كانت مهمة ليهم. وبعد الحدث ده بتتنقل يي وينجي لإنجلترا ويكمل مايك إيفنز تواصله مع سانتي، وباتحاد يي وينجي مع مايك إيفنز كونوا منظمة مصممة خصيصا لسانتي علشان يستقبلوهم بشكل أفضل لما يوصلوا للأرض، والمنظمة اللي كونوها دي تسمى يوم القيامة Judgment Day، ومن هنا بيوصل عدد من أتباع سانتي علشان يعيشوا في يوم القيامة ويطلق على سانتي بالإله أو اللورد. وبعد كده بنتنقل لسنة 2016 فبنشوف خبيرة فيزياء الجسيمات وأستاذة جامعة إكسفورد إنها بتكون فريق استثنائي من 5 طلاب من جميع أنحاء العالم، وهم شاول دوراند وأوجي سالازار وجانيت شانج وجاك روني وويل داونينج، والفريق ده بيكون تحت وصايتها ومن المجموعة المقربة جدا من أصدقائها. مع مرور السنين بقى للأيام الحالية بيوصل سوفونز التابع لسانتي للأرض، وده بيتسبب في إنه كل مسرعات الجسيمات الرئيسية حول العالم بينتج عنها نتائج غير مفهومة وخالية من المعنى أساسا، بما فيهم الجسيمات الموجودة في مختبر فيرايي. وبعد مرور وقت مش كبير من الزمن قرأت فيرايي اتصالات والدتها يي وينجي مع مايك إيفنز، وفيرايي اتفاجئت بشكل مش طبيعي بكل تأكيد لما عرفت إن مايك إيفنز يكون هو أبوها، فعرفت وقتها إن هما الاتنين دعوا سانتي لغزو الأرض. ولكن تكون المفاجأة إن فيرايي بتنتحر بدون أي أثر، حتى ما سابتش رسالة توضح بيها سبب الانتحار ده، ولكن بيجتمع ال5 أعضاء في جنازة فيرايي اللي هم كانوا من اختيار فيرايي ذات نفسها، وبنكتشف ان جانيت شانج حصل على ماسك رأسي من يي وينجي علشان يلعب لعبة واقع افتراضي، بحيث ان تكون المهمة في اللعبة هنا هي حل لغز العالم. واقعيا بقى بتقوم شركة سانتي لتصنيع ماسكات من نفس النوع ماسك جن علشان توظف افضل عقول العالم لمساعدتهم في تسهيل وصولهم للارض. فبنشوف بعد كده اوجي وهي بتشوف العد التنازلي، وتتانيا هنا بتكون سلمت ايمانها الكامل لسانتي، فتنصحها هنا انها توقف شغل على النانو فايبر علشان توقف العد التنازلي، وبتنصحها كمان انها تاني يوم تبص للسماء في نص الليل. وفي نفس الوقت بيكون داشي بيحقق في الوفيات الغامضة للعلماء حول العالم هو ورئيسه توماس ويد، واللي بالمناسبة هم كانوا بيشوفوا ارقام عد تنازلي زي اوجي، ونقصد هنا العلماء اللي ماتوا بالفعل. ويبدأ يحصل تلاعب بالزمن، تاني ليلة العالم كله بيشوف النجوم وهي متسلسلة في تسلسل مطابق لارقام العد التنازلي بطريقة كده تشبه طريقة شفرة مورس كود. ولكن لما بطلت اوجي شغلها على النانو فايبر زي ما نصحتها تاتيانا توقف العد التنازلي فعليا. وبعد مرور شوية ايام اكتشفنا ان ويل جاك كان مصاب بسرطان البنكرياس، وجن اكتشف ان الكوكب في لعبة الواقع الافتراضي بيعاني من معضلة الاجسام الثلاثة. اما خارج اللعبة فبنشوف تاتيانا بدعوتها لجن وجاك لاجتماع في لندن علشان يعرفوا الحقيقة، وهي اختراع سانتي لمسقات دماغية علشان تجند بيها افضل العقول البشرية في العالم، لان كوكبهم واقعيا مازال بيعاني من معضلة الاجسام الثلاثة. ولكن جاك بيشكك في فكرة وصول الفضائيين اتباع سانتي للارض فتقتله تاتيانا علشان تقتل الشك ده بشكل نهائي، لان ايمانها بالسانتي اقوى من اي شيء، حتى اقوى من ايمان حسن الصباح بانه صاحب مفتاح الجنة. فمع مرور الوقت وخلي بالكم انه كل ده بيحصل في العصر الحالي بيبدأ يقرأ مايك ايفنز الليدر ريد رايدنج هود الخاصة بمين؟ الخاصة بعائلة سانتي، على اساس انها جزء من اتصال يومي بينهم، ولكن بمجرد معرفتهم ان البشر كائنات كاذبة ومش دايما بيقولوا الحقيقة
قطعوا كل الاتصالات ما بينهم بسبب تخوفهم من كذب البشر، حتى الالينز طلعوا ما بيحبوش الكذب. وبعد كده في المؤتمر عرف جن ان يي وينجي ومايك ايفنز هم اللي اسسوا حركة سانتي، فيتقبض على حركة سانتي وتكمل اوجي شغلها في النانو فايبر من غير ما تشوف العد التنازلي مرة تانية، وده بيأكد ان حركة السانتي توقفت عن حماية البشرية على الارض. ده كان ترجمة لاحداث المسلسل اللي بكل تأكيد محتاجة تركيز وقراءة وبحث علشان تفهم الموضوع ماشي ازاي وتفهم الترتيب الزمني ليه. ولكن خليني اقول لكم ان العمل ممكن يكون ممل شوية على مستوى الحوار، ولكن مبهر على المستوى البصري، وتصميم مشاهد السي جي هنا متنفذة بحرفية عالية جدا بشكل مش طبيعي، خلقت متعة بصرية مش طبيعية. والسينماتوجرافي هنا كان ممتع للعين بشكل كبير جدا، وكمان التمثيل هنا كان قوي جدا ومتماسك. كل الشخصيات هنا كانوا ان كاركتر، ومفيش حد فيهم كنت تحس ان هو اوت اوف كاركتر مثلا ولا بيأفور زيادة عن اللزوم. كلهم وزنين شخصياتهم بشكل مرضي للمشاهد ومديين الشخصيات حقها، وده طبعا علشان احنا عارفين ان العمل ده قائم على صناعته صناع اشهر مسلسل في تاريخ البشرية جيم اوف ثرونز، وكمان الممثلين هنا من نفس ابطال جيم اوف ثرونز تقريبا. ففي كيمياء هنا وتوافق عقلي كبير جدا خلى الموضوع سلس بالرغم من تعقيد القصة. واللي شفناه هنا بكل تأكيد هو جزء واحد من الرواية، لان في امتداد بكل تأكيد للقصة. ان كاتب لو ساكسون كتب اكتر من مجلد، كتب مجلدات تانية منهم ذا دارك فورست وديسز اند، لسه هما كمان هيتم ترجمتهم لعمل مرئي. فالعمل هنا بالرغم انه معقد، ولكن مع فهمك للاساسيات الخاصة بالمعضلة هتاخد متعة بصرية وعقلية وهتفتح عقلك بشكل كبير. وطبعا لازم تكون مدرك ان ده مجرد ساينس فيكشن، نستمتع بالنوع ده من القصص ونحكيها عادي، ولكن كون انك تؤمن بالافكار دي ده هيكون ليه تأثير سلبي عليك من اعمال الساينس فيكشن. فلو انت بتتأثر بالساينس فيكشن والحاجات اللي هم بيؤمنوا بيها، خليك افضل في الاعمال اللي ملهاش تأثير على عقلك وايمانك، ده هيكون افضل ليك بشكل كبير. وبس كده هنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهارده. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تأكيد ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين واليمن والسودان، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.